فيما يخص التفويض لأعضاء المكتب الفيدرالي كثير أصبح يساهم باش نجيبوا التفويض وباش يمنح لك التفويض. الناس ولات تهدر حتى بالمليار فيما يخص هذه النقطة. التفويض أصبح الحلم الكبير للأعضاء الراغبين في التواجد ضمن القائمة. وسابقا لأحد المسيرين السابقين هنا يعني طالب منه أحد الأشخاص تفويض، فقال له مباشرة أعطيني مليار نعطي لك التفويض الآن حاليا يعني دوك نمضي لك على التفويض. لذلك هذا التفويض يعني يمنع البعض كما الشيخ مثلا الآن ما لقاش التفويض. لذلك حسب القانون يعني حسب القانون لو وجدت مثلا لم يطلب مني بكل صراحة، لكن لو وجدت مثلا فريق يعني بدون أموال ولا مثلا يعطيك تفويض من الجميل جدا يعطيو لك تفويض وتروح لا يعني لكن يبقى أنا المبررات الرؤساء اللي تكلمت معاهم المبررات مبررات موضوعية يعني موش. لكن هذه تاع التفويض ولا يدير مليار الشيخ هذه كأننا في هو فرصة لبعض الرؤساء حتى يستغلون يعني يعمروا الخزينه الخاصه ماشي خزينه النادي ويعمروا شويه جيوبهم يعني يديروا افير يطيح لهم هكذا في مثل هكذا اوقات او ظروف يعني تكون خاصه. لذلك يغتنمون الفرصه باستغلال يعني المنصب تاعو كرئيس او كسكرتير في الفريق من اجل اعطاء تفويض لاحد المترشحين الراغبين في التواجد ضمن القائمه. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.